واحد الخطا تيوقعوا فيه بزاف الناس ديال التجاره وسيرتو الناس المبتدئين، انهم كيقارنوا موسم الحصاد عند ناس اخرين بموسم الزرع عندنا حنا، بالتالي تيوقع ليه واحد البلوكاج. ملي تيوقع ليه داك البلوكاج ما كيقدرش مازال انه يستمر او انه يدير واحد الاضافه او انه يواجه ديك التحديات اللي كيواجه في المشروع، سيرتو اللي كان مشروع يلاه بادي. من الاحسن الانسان الا كان يتفرج في لي ستوري ديال الناس اللي ديجا تيديروا ارقام كبيره، الناس اللي تيخرجوا لي كوموند، الناس اللي بادي المشاريع ديالهم، ما يحاولش يقارن هذاك الشيء اللي وصل له داك الانسان، يتحفز ولكن ما يقارنش راسو بهذاك الانسان، لان الانسان ما عرفتيش شحال ديال الوقت خدا ليه باش وصل لهذاك المستوى، ما عرفتيش شحال ديال التحديات والتضحيات اللي دار باش وصل لهذاك النيفو اللي شتي نتايا. يعني في واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه بارطاجي معاك ستوري، ها هو هنا او بارطاجي معاك البيزنس ديالو، ولا بارطاجي معاك لي كوموند اللي تيدير او الارقام اللي تيدير. فلهذا السبب ردوا البال من هذا الفخ، حاولوا ما امكن تخدموا على راسكم، طوروا بنسبه 1% احسن من البارح، 1% احسن من البارح. يعني كنشوف انا راسي كنقارن راسي بالفيرسيون ديالي البارح، كنشوف انا البارح كي كنت واليوم بغيت نكون 1% احسن من البارح. ما ديرش مقارنه مع ايا كان، لانك انت واحد يعني انسان اللي فريد من نوعه، واحد البصمه اللي مختلفه على الكون كامل. ما كاينش لاش تحس بالاحباط، تحس بانك ما قادرش انك تكمل، وتحس بان التحديات ديال التجاره كبار عليك. فعلا التحديات ديال التجاره كيكون كبيره بزاف، ولازم انها يعني انسان يكون عنده واحد العزيمه قويه فولاذيه باش انه يقدر يستمر. من طبيعه الحال بالتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى من الدرجه الاولى، انسان يحاول ما امكن يوطد العلاقه ديالو مع الله سبحانه وتعالى، وثاني حاجه يجتهد ويتطور 1% احسن من البارح. غادي نبقى نبارطاجي معكم ان شاء الله كاع الاخطاء ديالنا والتوجيهات والتجارب ديالنا في المجال ديال التجاره، وان شاء الله تستافدوا. الى عجبك بحال هذا المحتوى بارطاجي مع اصحابك، وهذا مقدم برعايه مكتب توب ارتيكل بالجمله. والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.